حزن أم اكتئاب؟ معكم محمد سيبو، كل يوم موضة جديدة، كل يوم نبضة فريدة. شحال من مرة حسيتي فيها بالصدر ديالك مزير وثقيل وكتحس براسك بحال كنتي تبكي؟ الحزن شعور طبيعي كيجي بسبب موقف، صدمة، وفاة، مرض. أما الاكتئاب فهو أكثر من مجرد حزن، كيأثر لك على حياتك، كيأثر لك على التركيز ديالك، كيركز لك على الحياة اليومية ديالك، على النشاط ديالك، على الحيوية ديالك، كيخليك حبيس واحد السجن شكل عويص جدا. ولكن ما ندوزوش بجغبة ديال الماء ونقولو هادشي غيدوز. هادشي هذا ماشي كيما نقولو ماشي ديال اللعب. الإنسان يحاول يخرج يهدر يضحك، مكانش النتيجة من بعد هادشي كامل ما فيها بأس. ما فيها البأس يطلب الإنسان يطلب المساعدة، والمساعدة راه ماشي عيب. المساعدة ماشي عيب. نشوف طبيب اختصاصي يشوف ليا اللي شخص ليا المرض انت او انتي، اللي فايت لي محسوب بهذا المشكل هذا. واش كنتو كتفرقوا بين الحزن والاكتئاب ولا ما كنتوش عارفين النهاية؟